انتوا عارفين لو كل البروجر وكل المشاهير وكل الصحفيين اتكلموا على الصناعات المحلية، والله العظيم هتفرق معانا كتير. بس احنا ما فالحينش غير في الطبيخ وفي التحديات. بينا مع بعض نشوف طريقة عمل جناب المستكلات يا ابو عمو، احسن من الصيني بكتير. طريقة سهلة وبسيطة وبايدك تعملها في مكانك وانت في بيتك. دي اول طبقة اللي هي الجلوكوت، بندوها بالفرشة طبعا عشان خاطر تاخد متانة وتاخد جودة. بالنسبة للخامات، الخامات متوفرة في جمهورية مصر العربية، هتلاقوها في محلات مواد البني. بعد الطبقة بتاعت الجلوكوت ادينا لها طبعا الياف الفايبر عشان تاخد متاني، ده بوليستر والسبيداج الابيض، ودي الوان بودرة. حطينا الكوبالت اللي هو وبعدين حطينا المصلب. بندي اخر طبقة اللي هي من البوليستر زي ما ذكرنا لحضراتكم. وبعدين بندي البنوز اللي هي بتدخل في المستكل نفسها. عملنا الفيديو اللي فات بطريقة الشرح، طريقة عمل القالب نفسه. ادي الجنب المستقل احسن من الصيني بكتير. طبعا هنقص الروايج بتاعته وهو طري قبل نلحقه قبل ما ينشف. يا ريت يا اخواننا مشاركة وكومنت حلو منكم عشان خاطر بس الفيديو يرفع. انا عايز كل بيت في مصر يبقى عنده مصنع. بلاش استيراد، خلينا منتجين، بلاش استهلاكيين. كلنا لازم ننتجه. صدقوني هتفرق معانا قوي، يعني المشاركة بتاعتك هتفرق معاي. السلام عليكم.